أنا بنت طول عمري حاسة إني مش موجودة في بيت أهلي. أختي الكبيرة كانت المفضلة دايماً، وأنا أي نجاح أقرب ليه كانوا يقفلوه في وشي. منعوني أشارك في مسابقات وأنا قاصر عشان كانوا عارفين إني ممكن أكسب وأبان أحسن منها. حتى أعياد ميلادي كانت دايماً أقل، لأن في نظرهم ما ينفعش يبقى عندي حاجة أحسن من أختي. الموضوع وصل إنهم حاولوا يمنعوني من دخول الجامعة، وقالوا لي مش هيدفعوا. بس الحقيقة إن الجامعة اللي اتقبلت فيها كانت أرقى من جامعة أختي. ساعتها لميت هدومي ومشيت. خالتي هي اللي دفعت تعليمي، وأنا أول ما اشتغلت رجعت لها كل جنيه. قطعت علاقتي بيهم واشتغلت على نفسي. اتخرجت، اشتغلت شغل كويس جدا، ومن سنتين اشتريت بيت باسمي. هما فضلوا يصرفوا على أختي في مشاريع فاشلة لحد ما غرقوا في الديون، وهي رافضة تشتغل. من شهرين أخدت ترقية كبيرة، واحتفلت مع خالتي وجدودي في مطعم فخم. نزلنا صور على السوشيال. أختي شافتهم وبعتت لي: إزاي تصرفي فلوسك وإحنا مش لاقيين نكمل الشهر؟ وبعدها أهلي دخلوا وقالوا لي: إحنا صرفنا عليكي سنين، دلوقتي دورك تعملي واجبك وتساعدينا. أول رسالة منهم بعد سنين سكوت. ما ردتش، بس وريت الرسائل للعيلة كلها وحكيت اللي حصل من زمان. الكل وقف ضديهم، والمساعدات اللي كانت جاية لهم وقفت. أختي شتمتني وقالت إني فضحتهم. أهلي اعتذروا وطلبوا نرجع نتكلم. عملت لهم بلوك، واكتشفت إن الراحة اللي حسيتها بعدها ما كانتش قسوة، كانت شفاء.